منذ الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني في غزة، كانت هناك حرب موازية على ثلاث محاور: الحرب العسكرية على الأرض وأبطالها جنود ودبابات ومدافع وطائرات، والحرب الثانية هي حرب إعلامية أبطالها قنوات إعلامية عالمية كبيرة مثل بي بي سي، فرانس 24 وفوكس نيوز، وهلم مجرة من المذيعين والقنوات الإعلامية والصحف التي تدعم الطرح الإسرائيلي وشيطنة الفلسطينيين والمقاومة. والمحور الثالث هي حرب فكرية ونفسية على السوشيال ميديا وفي الانترنت بصفة عامة لترويض الرأي العالمي بخصوص القضية الفلسطينية والمقاومة، وإقناع الرأي العالمي بأن ما تفعله إسرائيل في غزة هو شيء مبرر ومقبول ودفاع عن النفس. ومن أجل تهييج الرأي العالمي لإقناع عامة الناس في شتى بقاع العالم، أنشأت إسرائيل وحدة متكاملة تتحكم في أغلب التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي من أجل الدفاع عن إسرائيل وشيطنة المقاومة الفلسطينية. الوحدة 8200، والتي تعتبر واحدة من أخطر الوحدات التجسسية في العالم، إن لم نقل أخطرها. فما هي قصة هذه الوحدة الخبيثة؟ قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، لابد أن أذكرك بأن هذه القناة أضحت تقدم محتوى مفيد وهادف، وهي في أشد الحاجة لدعمك بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. الوحدة 8200 يمكننا اعتبارها العمود الفقري الذي تقوم عليه الاستخبارات الإسرائيلية. هذه الوحدة لقوات الدفاع الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن أغلب العمليات السرية. مهمتها مبنية على جمع إشارات استخباراتية وفك التشفير والحرب السبرانية والعسكري والتجسس والاستخبارات المضادة. أعمالها القذرة تمتد لكل قارات العالم، وأغلب العاملين فيها هم من أمهر الهاكرز والمتخصصين في الأمن المعلوماتي الذين تمتلكهم إسرائيل، ومقرها الرئيسي في منطقة جليلوت. وبمساعدة أمريكية أصبحت واحدة من أكبر قواعد التنصت عالميا. بسبب الأهمية الكبيرة لهذه الوحدة الإسرائيلية، هناك الكثير من الغموض والسرية المحيطة بها، ولا نعرف عنها إلا القليل، أو ما سرب لنا أو ما تم إعلانه في الإعلام برضاهم طبعا، وما خفي كان أعظم. لا تعرف هوية الموظفين ولا العاملين ولا القادة، حتى من يجلب القهوة للعمال والموظفين في هذه الوحدة هويته السرية. الغريب أن من يقود هذا الجيش من الجواسيس في حفل تسليم وتسلم القيادة، والذي كان في 28 فبراير من عام 2020، قام الجيش الإسرائيلي بتمويه وجه القائد في الصور كي لا يعرف هويته أي أحد، ولا حتى عامة اليهود في إسرائيل أنفسهم. الانضمام للوحدة 8200 هو صعب جدا، إن لم نقل حلم الكثير من الإسرائيليين، خصوصا المهتمين بالالتحاق بالجيش والخدمة العسكرية. فهناك على الجانب الآخر الكثير من اليهود والإسرائيليين الذين يكرهون شيء اسمه الخدمة الإجبارية في الجيش، ويكرهون العمل في الجيش. ومن الممنوعين والمحرم عليهم دخول هذه الوحدة هم العرب والفلسطينيين بالتحديد، على الرغم من أن هناك عرب فلسطينيين في الجيش الإسرائيلي. لكن دخول هذه الوحدة حكر فقط على اليهود واليهود المتميزين. من الأشياء الغريبة لهذه الوحدة أن جل من يعملون فيها شباب وفتيات صغار في السن، تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة، أي تقريبا ما زالوا مراهقين. والمثير أنه لا يحدهم أي قوانين في عملهم، كأن إسرائيل تقول لهم كل شيء مباح. بعد انتهاء مدة خدمة أعضاء الوحدة 8200، فإن مستقبلهم في الغالب يكون كبير ولامع. فالكثير من الموظفين السابقين في هذه الوحدة الآن يشتغلون مناصب عليا وحساسة جدا في الكثير من كبريات شركات تكنولوجيا في وادي السيليكون. وكمثال بسيط على ذلك، أفيشاي إبراهيم هو أحد مجندي الوحدة 8200 السابقين. عندما أنهى أفيشاي خدمته في الوحدة، أصبح من أهم المساهمين في تأسيس شركة مشهورة جدا، ولا بد أنكم شاهدتم إعلاناتها هنا في اليوتيوب بكثافة شديدة، وهي شركة ويكس العالمية لتطوير منصات الويب.
بل حتى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسون خدم في الوحدة النخبة 8200. بحكم أن إسرائيل تم وضعها وزرعها في قلب العالم العربي، وبالتالي فهي محاطة بدول كما تسميها أعداء. هؤلاء الأعداء يتكلمون اللغة العربية واللهجات العربية، وبالتالي يتحتم على كل عامل في هذه الوحدة أن يتقنوا لغتين أساسيتين، ليست الصينية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإيطالية، وإنما العربية والفارسية. بل ويجب عليهم ويتحتم عليهم أن يتقنوا لهجات العالم العربي. كل الحسابات الإسرائيلية المزيفة التي تتسكع الآن في الإنترنت والسوشيال ميديا يتقنون اللغة العربية ربما أحسن مني ومنك، بل ويتقنون لهجات كل الدول العربية ودول شمال إفريقيا بإتقان عجيب. العميل الإسرائيلي المصري إذا تكلم معك ستقول أنه ابن البلد، والمغربي والأردني والجزائري والخليج كذلك. وعندما تقرأ تعليقه على منشور أو فيديو أو صورة في الفيسبوك أو الانستغرام وحتى اليوتيوب لن تشك أبدا أنه إسرائيلي صهيوني. وهكذا تكون الوحدة وصلت إلى هدفها الشرير، وهو التغلغل داخل العقل المقاوم للاحتلال، سواء كان هذا المقاوم مسلم أم مسيحي أو يهودي وحتى من لا دين له. يقول قائد سابق للوحدة 8200: يبدو أن العصر الجديد هو جنة تكنولوجيا للوحدة، فكل شخص لديه جهاز حاسوب، والجميع يستعمل الانترنت ويرسل رسائل البريد الإلكتروني، وكل شخص لديه هاتف محمول وفيسبوك وواتساب. كل هذا ينتج كما لا نهائيا من المعلومات. يحتاج المهاجم فقط إلى تطوير الأدوات والأساليب لجمع هذه المعلومات وتحليلها. لذلك أقول: اتركونا من المتصهينين العرب، فقد كشفوا وجوههم القبيحة. بل نصيحتي لكم: احذروا من الحسابات المزيفة على السوشيال ميديا التي يدعي أصحابها أنهم مسلمون وعرب وأمازيغ، ويحملون أسامي مسلمة وعربية وأمازيغية لكي يمحوا لك أي شك في أن صاحب ذلك التعليق هو يهودي أو إسرائيلي أو صهيوني، وتحديدا مجند من الوحدة الإسرائيلية 8200. دائما تذكر: أن تبتر يدك وتفقد عينك أهون لك من أن يقتلوا وعيك.